بني ادم ده غريب يا جماعه. دماغه بيجري فيها صراصير. الصراصير دي هي العيوب الشخصيه. هكلمكم عن اخطر واحد فيهم، اسمه الشفقه على الذات. انا مسميه عيب الحاجه عبله كامل. ليه بقى عبله كامل؟ لان شكلك وانت سايبه في الدماغ بيبقى عامل زيها كده بالظبط، مربع وحاطط ايدك على خدك ومستني البخت. الصرصار ده بقى بيعمل ايه؟ بيفضل يهكر جوه دماغك ويقول لك الدنيا جايه عليك، 7 صنايع والبخت ضايع. طب يا عم الحاج لما هم 7 قوم اشتغل بواحده، طيب بدل ما انت قاعد منكد علينا عيشتنا كده. واحنا هنعمل ايه مع العيب ده؟ هنصطاده من على الحيطه بالشبشب ونموته ونحط مكانه حاجه ايجابيه. خطورة الصرصار ده ايه بقى؟ خطورته انه بيخليك حاسس انك مش مسؤول عن اي حاجة في حياتك. بيقنعك ان حياتك كلها عبارة عن حرب مع القدر، فتقول لنفسك انا عمري ما هقدر اكسب الحرب دي، فهقعد بقى واقضي بقية عمري ملطشة للظروف، ومطرح ما هترسي هدق لها. بس في الاخر ما بتبقاش عيش. انا عشت كده فتره، طول عمري الناس كانت بتقول لي انت ذكي، انت شاطر، بس كنت في مكان مش حابه، عايز اكبر وعايز حياتي تبقى احسن، بس الظروف اللي ما سمحتش. فالصرصار دخل وقال لي مستحيل تكسب في اي حته، انت بتحارب القدر، مستحيل تبقى في مكان احسن. وبما انه هو مستحيل، يبقى انا ما عنديش اي مسؤوليه ان انا اعمل اي حاجه، علشان انا مش اقوى من القدر يعني. مع ان السؤال المنطقي هو، انا فتحت كتاب القدر شفت مكتوب فيه ايه؟ لا. بس الصرصار خلاني احكم على نفسي بالاعدام وانا قاعد. لما اكتشفت ان الحركة بركة، لازم اتحرك بره الدايرة دي، اتحرك في اي حتة، اتحرك صح اتحرك غلط، بس اتحرك. علشان لما هتحرك يا اما الدنيا هتبقى حلوة وده يبقى شيء لطيف جدا، يا اما على الاقل لو الدنيا وحشة هنغير شكل النكد ده ونكسر الملل. احسن ما افضل قاعد مستني الوباء ياكلني ونخلص. طيب السؤال الاهم، الصرصار ده بيدخل لك منين اصلا؟ لو عندك حاجة غير اللي هقولها دلوقتي اكتبها في الكومنتات. تعال اقول لك المداخل اللي بيخش منها علشان نقفلها بالشمع الاحمر. اكتشفت ان الصرصار ده بيدخل من ودانك ومن عينيك. اول حاجة من الودان، اغاني زي اغنية كتاب حياتي يا عين بتاعت حسن الاسمر، او نفسي حد يقول يا كوتي، لان وانت بني ادم سايب الناس تقول لك كوتي وكمان سايبهم يلعبوا في خدودك، فانت عندك مشكلة هنا الصراحة. 2، الناس المصرصرة بقى اللي حواليك، صاحبك اللي قعدته على القهوة كلها كلام البلد بايظة ومفيش فايدة، عقلك بيترجم الكلام ده ويخليك ضحية محترفة. انا شخصيا في 3 اغاني مسحتهم من حياتي. 1، كتاب حياتي يا عين للفنان حسن اسمر. 2، رحلة عمري لأسطورة الصعبانيات الفنان مصطفى كامل. 3، سحيا بداح للكينج محمد منير. وركز هنا بقى مع الكينج وهو بيقول لك صبح وزي الصبح التاني، ليل ملضوم في الليل التاني، وانا مش رايح انا مش جاي انا مش واقف حتى مكاني. الحل بقى ايه في الموقف ده حضرتك؟ اضرب طلقة في دماغي واخلص. بعد ما مسحتهم حسيت ان انا رشيت مبيد حشري في دماغي الصراحة. تاني حاجة من العينين، بوستات مواليد برجك مظلومين، الرجالة دايما مطحونة، فعين الشفقة على الذات دي بتخلي ضميرك مستريح وانت ما بتتحركش. ده مش كسل، ده هروب من المسؤولية لابس جلابية اسمها القدر. على فكرة الكلام ده مش فلسفة، ده علم. في تجربة عجيبة اتعملت في جامعة ستانفورد، جابوا مجموعتين من الناس، مجموعة قالوا لهم انتوا ضحايا ظروفكم، والتانيين قالوا لهم انتوا تقدروا تغيروا ظروفكم. ادوهم نفس المهمة الصعبة. عارف النتيجة طلعت ايه؟ المجموعة الاولى استسلمت بعد 5 دقايق في المتوسط. المجموعة التانية كملت 20 دقيقة وحلوا 40% من المشاكل اكتر. شفت الفرق؟ كلمتين اتقالوا في ودانهم. مخك بيسمعك، فلما تفضل تقول انا ضحيه هيتصرف على الاساس ده. في بقى ناس الصرصار ده كان واكل دماغهم 20 سنه وقتلوه وتحولوا من ضحايا لابطال عالم. زي مين؟ اوبرا وينفري. من سن 9 سنين عندها اعتداء وعندها فقر،
كانت بتلبس شكاير بطاطس. الصرصار ده لو شغال بقى جوه دماغها هيقول لها عندك حق، ده انت ملطشه ومفيش ليكي اي مستقبل، بس هي قالت I'm responsible for my life. انا مش مسؤوله عن اللي حصل فيا، بس مسؤوله عن حياتي. عارف ايه اللي حصل بعد القرار ده؟ من شكاير البطاطس اللي كانت بتلبسها لامبراطوريه ب 3 مليار دولار. عندك كيانو ريفز، بنته اتولدت ميته، بعدها بسنه حبيبته ماتت. العالم كله كان هيديه كارنيه نادي الضحايا مدى الحياه، بس هو قال grief changes shape but it never ends. يعني الحزن مش بينتهي بس شكله بيتغير. كمل شغل واتبرع ب 70% من فلوسه وبقى من اكتر الممثلين شهرة والناس بتحبه في هوليوود. اختار يكون بطل موجوع مش ضحية مرتاحة. بس قبل ما اقول لكم ازاي نخلص من العيب ده علميا، عايز اقول لكم الصرصار ده بقى لما بيدخل البيت بيخرب العلاقة ازاي. في الاول لازم نعرف ان الراجل بيتعامل بطريقة والست بتتعامل بطريقة تانية خالص. كل واحد ليه طريقة دعم مختلفة، لو استخدمتها غلط الدنيا هتولع. عايز تعرف بقى الدنيا بتولع ازاي؟ عادة الدنيا بتولع ان الراجل فاكر ان الست لما بتكتئب ان هو يحل لها مشاكلها ويقول لها الحل، والست فاكرة ان لما الراجل بيسكت انه مش بيحبها فبتبتدي تهاجم. يعني الاتنين بيقتلوا بعض بحسن النية. الكارثة ان الشفقة على الذات معدية. لما راجل يعيش دور الضحية مراته بتتحول لأم غصب عنها، فالعلاقة بتموت لان محدش اتجوز عشان يربي. ولما الست بتعيش الدور ده جوزها بيحس ان هو متهم في قضية هو ما عملش حاجة اصلا، فيقول انا هروح اقعد مع اصحابي اللي مش شايفيني متهم 24 ساعة. فالاتنين بيهربوا من بعض بسبب فيلم هندي شغال في دماغ كل واحد فيهم. بالنسبة للراجل القاعدة ان الراجل لما بيحس بالفشل ما بيعترفش، بينسحب في الكهف، بيبقى ساكت ومتعصب وبيلوم الشغل بس عمره ما يقول انا فاشل. لو حصل الموقف ده ان هو راجع ساكت فمراته قالت له مالك، هو بصوت خشن مفيش سيبيني الشغل زفت. هي تقول له بقى ايه تصرف الغلط؟ تقول له اتكلم. النتيجة بيزعق ويقوم قافل الأوضة. الصح اللي المفروض يتعامل في موقف زي ده ان هي تجيب له قهوة وتحطها جنبه من سكات، بعد ساعة كده ترجع تقول له شوية دلع، انا عارفة انك بطل والابطال بيتعبوا، انا مستنياك لما تخلص تفكير نتعشى سوا، وتمشي. كده هي ادت له تقدير زائد مساحة. هو كده هيطلع بقى من الكهف ويقعد معاه. ليه؟ اولا عشان حس انه قوي في عينيها، اتنين عشان جعان وعايز يتعشى. الست لما بتحس بالظلم لازم تتكلم، هي مش عايزة حل، هي عايزة ودن. لو حصل موقف انها بتعيط، انا بقى بتحس ان انا بعمل كل حاجة ومحدش مقدرني، اوعى تروح تقول لها بطلي عياط، لان النتيجة هتحس ان انت بتقلل منها. الحاجة الصح اللي المفروض تعملها يقعد جنبها ما يحلش، يقول انت عندك حق تتضايقي، انا لو مكانك كنت هزعل اكتر، يسكت ويسمع بس. هي تفضي الشحنة وبعدين تقول له خلاص ارتحت. هو قدم احتواء. لو قال الحل الاول هي هتحس انه بيقول لها انت بتعملي دراما وسلام. اسمع الاول حل بعدين، ده لو هي طلبت. الخلاصة يعني ان الراجل عايز تقدير في صمت والست بتبقى عايزة تتفهم بصوت. باللي قتلوا الصرصار ده بقى عمليا قتلوه ازاي؟ كلهم قتلوه بنفس الطريقة. تحكموا في المدخلات، يعني مسحوا السلبي وحطوا مكانه ايجابي. علشان المعادلة اللي بتنفع هي مدخلات سلبية بتساوي معتقدات ضحية، بتساوي مشاعر عجز، بتساوي شلل في التصرفات، بتساوي حياة ملطشة. المعادلة التانية مدخلات إيجابية، معتقدات مسؤولية، مشاعر تحدي، الحركة بركة، حياة بني آدم. احنا عادة بنتحكم في عيوبنا بحاجتين. اول حاجة بنتحكم في المؤثرات، نختار الايجابي ونسيب السلبي. تاني حاجة بنتحكم في ردة فعلنا، يعني لما يكون في مساحة في الوقت بين المشاعر اللي بنحسها والتصرف اللي احنا بنقوله. مش اول ما نحس بحاجة نتصرف بدون تفكير، لازم يبقى في عندنا مساحة شوية بين المشاعر والتصرف. انت مش محتاج تبقى اقوى من القدر، انت محتاج تبقى اقوى من البلاي ليست بتاعتك واقوى من الشلة المصرصرة اللي حواليك. الخطة بقى بتبقى على مرحلتين وهتبقى لمدة اسبوعين.
اول مرحله الديتوكس. امسح اغاني الصعبانيات، اعمل انفولو لصفحات الصعبانيات، اقطع مع الصاحب المصرصر اللي عمال يقول لك الدنيا والدين ومش عارف ايه والكلام ده. لو انت بقى راجل متجوز، اول حاجه ابعد عن قعده القهوه بتاعت المظلومين، كل كلامهم الستات نكديه والبلد بايظه. 2 جروبات الفيسبوك بتاعت الرجاله المطحونه كلها بوستات احنا ملطشه بتاكد لك انك ضحيه. 3 المقارنه بمرات صاحبك يقول لك مراتي بتعمل ومراتي بتسوي، ده صرصار بيقول لك انك فاشل، اقطع معاه. ديتوكس بقى للست المتجوزه، ابعدي عن 1 جروبات الواتساب بتاعت الستات المظلومه كلها صعبانيات وكلنا ملطشه، دي بتزرع صراصير في دماغك. 2 المسلسلات التركي والهندي البطل بيعيط 40 حلقه، دي بتبرمجك انك ضحيه بالفطره. 3 صاحبتك اللي جوزها مضايقها تيجي تفضفض وتشحنك بصراصيرها، فبتروحي تتخانقي مع جوزك بسبب خناقاتها. طيب دلوقتي احنا عملنا الديتوكس، وبعدين هنسيب الدماغ فاضيه؟ لا طبعا، لان لو سبناها فاضيه الصرصار هيرجع للبيت تاني. وهنا نروح للخطوه الثانيه اللي هي 2 الاحلال. لو انت راجل متجوز، الاحلال بتاعك هيبقى كالاتي: 1 بودكاست الرجاله ناجحين متجوزين، اسمع واحد بنى نفسه من الصفر وهو متجوز وعنده عيال، ده مدخل ايجابي. 2 رياضه مع صاحب ناجح، انزل جيم مع واحد بيشتغل على نفسه وبيتكلم حلو، العدوى الايجابيه بتشتغل. 3 طقس مدح مراتك يومي، كل يوم قول لها حاجه واحده حلوه عملتها كويسه، حتى لو طبخت رز، ده بيقتل صرصار ان محدش مقدرني، وبيقتل صرصار انها ملطشه عندها. بالنسبه للست المتجوزه، 1 بودكاست ستات قويه ومتجوزه، اسمعي واحده بانت بيزنس وهي ام وزوجه، ده بيبرمج دماغك على المسؤوليه. 2 جروب ستات منتجه، مش جروب شكاوى، جروب بيتعلموا طبخه جديده او مهاره او بيحفظوا قران، ده بيدخلك في دايره الفعل. 3 طقس امتنان لجوزك يومي، كل يوم اكتبي 3 حاجات عملهم حتى لو جاب كيس عيش، ده بيقتل صرصار انا ملطشه وبيخلي عينك تشوف الحلو. وبعد اسبوعين الخناقه هتخلص بتقدير وسمع، بدل 3 ايام نكد، والشغل المستحيل هتمد ايدك عليه وتخلصه. دلوقتي اكتبي 3 حاجات: اول حاجه ايه الصرصار اللي كان في دماغك، 2 ايه اول حاجه مسحتها من الديتوكس، 3 ايه اول حاجه حطيتها في الاحلال. وانا هتابع معاك، والفيديو الجاي هناخد عيب تاني نصلحه علشان نوصل لشخصيه اقوى، ولو ما جيتش يبقى الصرصار لسه بيهكر في دماغك.